السلام عليكم وعواشركم مباركه. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. كيكه ديال العيد كتجي رائعه وسهله غير بجوج بيضات. كنجيب المولينيكس باش نسهل عليا الخدمه. كندير البيضات بجوجات كاملين، كنزيد عليهم كاس مع مرش ديال السكر. العبار دائما بكاس ديال العنبه. بالنسبه لي انا كنخلط المكونات كلهم باش ما نزيدش نضيع الوقت. كنزيد كاس مع مرش ديال الزيت وكاس مع مرش ديال الحليب، وكنزيد واحد الرشيشه ديال الملح ضروري لتصحيح الذوق. هنا كندير ساشيه ديال الفاني اولا كديروا الفاني اللي كيكون سائل. كنخلط المكونات مزيان في الطراب الكهربائي. بعد ما تجانسوا ليا المكونات مزيان غادي نديرهم في واحد الاناء. كنخلط بالخلاط اليدوي باش نشوف القوام ديال المكونات كيفاش داير. ومن بعد كنزيد هنايا كاس ديال العنبه ديال الدقيق البيض اللي كيكون مغربل قبل، وكنضيف عليه جوج ديال الخميرات. دائما ملي كنديروا الدقيق كنزيدوا الخميره مباشره فوق الدقيق باش هكا كتعطينا المفعول وكتجي الكيكه ديالنا ناجحه. كنزيد الكاس الثاني ديال عبار دائما بكاس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض اللي كيف قلت لكم كيكون ديجا عندي مغربلاه وحاطاه موجود. هنا كنخلط المكونات مزيان حتى كيبان ليا الخط راه مابقاش كيتقطع. وكيف قلت لكم دائما في الفيديوهات السابقه كنرسموا الرقم 8 في الخليط، وهنا كيبان ليا بلي الخليط ديالي راه مابقاش عندي الحق نزيد ليه الدقيق. كنزيد واحد المعلقه ديال الخل الابيض، هذه اللي كتعطيني الهشاشه الكيك وكيجي منفوخ وكيجي ناجح. وهنايا كيف شفتوا الخط راه ما كيتقطعش ديال الكيكه، يعني الكيكه راه ما بقاش خاصها دقيق. دابا ندوز باش نشعل الفران. غادي نشعلو على 250 درجه، وغادي ندير العافيه غير من التحت باش طيب لينا الكيكه من التحت، عاد نشعلو عليها الفوق. الفرفاره ما نحتاجش نشعلها لان الفران كيطيب ليا الكيكه مزيان، ما عنديش ما ندير بالفرفاره. وهنا كنجيب المول اللي فاتو هضرت لكم عليه، خديته من بيم. بصراحه هذا المول هذا زوين وكيصبر وكيجيب الكيكه ناجحه. دهنته بالزبده ورشيت عليه شي شويه ديال الطحين ودخلته للثلاجه واحد شويه باش ديك الزبده تشد فيه مزيان. وهنايا هزيت يدي حتى الفوق وخويت الكيكه في المول، وما بقى ليا غير نوزعها على المول كامل باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه كيف غتشوفوا في الفيديو. كنبغي نشارك معكم جميع التفاصيل باش حتى الا جربتوا الوصفات ديالي نجحوا معكم. ما كنبغيش نخلي شي معلومه ما نشاركهاش مع المتابعين ديالي. كيف شفتوا دابا الكيكه راه وضعتها في المول ديالها. غادي نكون الفران راه سخن واحد شويه حيت ديال الضو ماشي هو ديال الغاز. ديال الضو غير شعلوه قبل من الكيكه، اما ديال الغاز دخلوا الكيكه وهو الفران بارد. دخلت الكيكه ودرت لها واحد اللاطه من التحت باش ما تحرق لياش بالزربه. جبت واحد الكاسرونه درت فيها جوج كيسان ديال الحليب، جوج معالق ديال النشا اولا كريم باتيسير، معلقه ديال السكر، ومعلقه كبيره ديال الفلون ديال الكراميل. كنخلطوا على البارد قبل ما نديروهم على النار. كنخلطوا مزيان، هادو هما المنتوجات اللي استعملت. كنخلطوهم بالطراب مزيان حتى كنحس بهذاك الكريمه دابت وعطات المفعول ديالها في الحليب. من بعد عاد كنديوهم على النار وكنبقاو التحريك دائما كنحركوا باش الكريمه ديالنا ما تلصقش ودوك المكونات ما يتحرقوش. هنا شفتوا القوام ديال الكريمه كيفاش ولا. الكيكه خرجتها من الفران محمره. كيف شفتوا راه جات الكيكه ديالي ناجحه محمره بلا ما نخدم الفرفاره ديال الفران. الفران عندي كيجيب ليا الكيكات صراحه ناجحين. راه فاتو درت لكم فيديو على الفران ديال ايتيما، راه كاين في القناه ديالي. اللي بغى يشوفوا يدخل للقناه ديالي، راه غادي يلقى جميع المعطيات جميع النصائح والتفاصيل على الفران ايتيما. هنايا درت الشوكولاط، ماشي الشوكولاط، درت غير دانون ديال الشوكولاط درتو في واحد البوش وهو اللي زينت به. بغيتو تذوبوا الشوكولاط وتخلطوه معاه خلطوه، بغيتو ديروا غير الشوكولاط بوحدو المهم قديو باي حاجه عندكم في الدار. هنا زينتها باللوز ايفيلي اولا ديروا كاوكاو ايفيلي اولا المهم شي حاجه اللي كتعجبكم في المذاق ديروها. الكيكه جات ناجحه، جات زوينه، جات هشيشه وما قطعتهاش معكم لان غير طلبيه ديال واحد السيده. مره اخرى ان شاء الله نقطعها معكم. نتمنى تعجبكم هاد الكيكه وعيدكم مبارك سعيد. تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا. ومرحبا بكم في القناه ديالي في اليوتيوب وبالصفحه ديال الفيسبوك. تابوناو عندي باش يوصلكم دائما الجديد.